ومن أخطر ما في القضية ما رواه الإمام ابن ماجة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن، أخبره الله، قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيض يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان الذي روى الكلمة هذه، قال: يا رسول الله جلهم لنا، بينهم لنا حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا من أخطر الأحاديث على أعمال المسلمين. ما معنى هذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: راني نعرف يوم القيامة يجيو ناس مسلمين داروا حسنات ياسر أمثال جبال تهامة. تهامة بلاصة في مكة، تهامة جبل. قالوا بعد رب العالمين ينسفها، هذه الحسنات مرفوضة. قال: ما الذي ذهب بها وماذا محاها؟ كما قلت قبيلها، كما الحسنات يذهبن السيئات قدر السيئات يذهبن الحسنات. فقال: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أي إنسان يعصي، ويحسن بالمسلم أن يستر نفسه إذا عصى، ولكن لا يكون لك مبدأ في الحياة أنك تظهر الإيمان وتبطن الفسوق والعصيان، إبطان كلي، تولي عندك زوج وجوه. روى البخاري في صحيحه قال: شر الناس ذا الوجهين، عندك دوبل فاس كما يقال. فقال: هذا من أخطر الأمور. قال: فتظهر التقوى. لهذا قال بعض السلف: لا تكن وليا لله في العلن، عدوا له في السر. صح، الإنسان يعصي بين الحين والحين ويجاهد نفسه على التوبة، ولكن أن يكون عندك مبدأ أنك في خلوتك وفي وحدك وفي أسرتك أو بينك وبين نفسك عدوا لله، مبارزا المعاصي، مصرا عليها. هذا الإصرار. ولم يصروا، الله تعالى قال لك المتقين اللي يروحوا الجنة عندهم ذنوب. قال لك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا في آل عمران. في الأعراف في آخرها في الصفحة الأخيرة منها قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.